السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، وياكم جعفر العراقي. شرح لهذا اليوم عن إنشاء حساب أبل ستور مجاني وأمريكي مدى الحياة. مثل ما تعرفون أن الحسابات الأمريكية تحتوي على مميزات أكثر من الحسابات العادية. راح أتجه إلى برنامج الأبل ستور، بعدها أتجه إلى أي برنامج مجاني وأضغط على انستول. بعدها أتجه إلى إنشاء أبل آي دي جديد. راح تظهر لي قائمة الدول اللي أريد أسوي الحساب عليها. راح أضغط على يونايتد ستيت، بعدها أوافق على شروط الأبل ستور، أعطيه أي جرين. بعدها راح تظهر عندي صفحة تسجيل الإيميل والباسورد. دخل الإيميل، طبعا هذا الحساب راح يكون فقط للشرح وما أنصحك باستخدامه. بعدها أتوجه إلى خانة الأسئلة. طبعا الأسئلة لازم تحتفظ بيها. فأنا راح أخلي الأسئلة والأجوبة عشوائية. لكن أنت من تسوي الحساب لازم تتأكد من الأسئلة والأجوبة. بعدها أدخل المواليد ويوم وشهر وسنة. أختار الشهر، بعدها أختار السنة، بعدها أضغط على next. مثل ما تشوفون أنه الحساب تخطى خاصية الفيزا كارت، أنه دخل حساب فيزا كارت. مثل ما تشوفون أنه دخل على نون، يعني ما راح يحتاج فيزا كارت، راح يكون الحساب مجاني. بعدها اتجه إلى خانة البيانات. مثل ما تعرفون أن الحساب الأمريكي يحتاج إلى عنوان أمريكي، وهسه أنا راح أخلي بيانات حساب أمريكي تقدر تستخدمها، وأيضا راح أخلي لك إياها أسفل وصف الفيديو. بالأدرس الثاني راح أخليه فارغ. اتجه إلى السيتي أو المنطقة. بالولاية راح أختار فلوريدا. الزد اي بي راح أخلي هذا الرقم. بالفون أو رقم الهاتف راح أخلي هذا الرقم أيضا. أنصح إنه من تسوي حساب جديد بالأبل ستور تغير آخر رقمين من الأرقام اللي راح أخليها. هاي الأرقام لازم تتغير بشكل عام، يعني لا تخلي هاي الأرقام ثابتة حتى لا ينغلق عندك الحساب فيما بعد. بعدها أضغط على next. مثل ما تشوفون هنا الحساب يطلب من عندي التأكيد من الإيميل. أتوجه إلى الإيميل، أضغط على أبل، بعدها أتجه إلى View Now. مثل ما تشوفون ظهرت عندي صفحة تأكيد لحساب الأبل ستور. أدخل العنوان، بعدها أدخل الباسورد، بعدها أضغط على Continue. مثل ما تشوفون إنه هنا الحساب تأكتف عندي. أضغط على Down.
بعدها اتجه إلى الآيفون، أضغط على داون. هسه الحساب مني راح يطلب الباسورد، أدخل الباسورد، بعدها أضغط على موافق. مثل ما تشوفون هنا الحساب بدأ يحمل عندي الطريقة الصحيحة وما بي أي مشاكل. لهنا انتهى شرحي لهذا اليوم. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تراسلني. تحياتي لكم، جعفر العراقي.